النادي الاهلي راح عر الكرة المصرية في كأس العالم للأندية. النادي الاهلي راح ضحك فرق افريقيا وفرق الوطن العربي وفرق السعودية علينا. النادي الاهلي لو نادي الزمالك مكانه كان صعد للنهائي بسهولة. النادي الاهلي لو نادي الزمالك اللي بيلعب في كأس العالم للأندية كان لسع لك فريق فلومينينسي البرازيلي 6 مستريح اوي اوي اوي. نادي الزمالك لو مكان النادي الاهلي وبيلعب اتحاد جدة بكريم بنزيما وكورنادو وكل نجومه كان نادي الزمالك كسبهم يجي 9 مستريح. ولا تقول لي كبسة ولا تقول لي خبيزة، سكة وعالدغر. واحد يقول لي في خير يا اصلي فيها اقول لك ولكن ارزع الله ككاريزما وصلي على النبي. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك. واهم حاجه تدعي لاخواتنا، واهم حاجه ايضا تدعي للاستاذ المحترم العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بالشفاء العاجل. وعايزك تفتح وتركز معاه في الكلمتين اللي اقولهم لك دول. لك ان تتخيل ان فريق زي النادي الاهلي واخد 3 برونزيات كاس عالم للانديه، لك ان تتخيل ان النادي الاهلي اكتر الفرق المصريه والافريقيه والعربيه مشاركه في كاس العالم للانديه. لك ان تتخيل بقى ان في بعض الاشخاص طالعين يقللوا لك من النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، ولو نادي الزمالك مكانه كان كسب اتحاد جده وكان كسب فريق فلومينينسي البرازيلي وكان كسب ريال مدريد وكان كسب مانشستر سيتي لو كان صعد للنهائي. زي ما نادي الزمالك لو كان قابل مثلا فريق فلومينينسي البرازيلي كان صعد للنهائي وكان كسب نادي مانشستر سيتي كان كسب نادي مانشستر سيتي سكور. ما هو نادي الزمالك لك ان تتخيل ان في زملكاويه بيتكلموا بالمنطق وبالعقل ده. تعالى لي بس، تعالى لي السؤال بيطرح بلح. ما هو ترتيبنا في الدوري؟ ما انا زملكاوي زيك، فبالتالي تعالى لي بالراحه افهمك حاجه. ده انا قاعد بقلب بالصدفه بدور على ترتيب نادي الزمالك اصلا في الدوري مش لاقيه. لا حرفيا مش لاقيه. تعالى لي اقول لك على ترتيب الدوري بالراحه وبالمنطق وبالعقل ومش هتنرفز، علشان هنكسب مانشستر سيتي سكور وهنكسب نادي فلومينينسي البرازيلي يجي 9 وهنكسب نادي الاتحاد المدجج بالنجوم اللي النادي الاهلي مسكه ململه وماسك كاتب التاريخ بالاقلام. تعالى لي اقول لك بقى ترتيبنا احنا في المركز الكام في الدوري المحلي، مش في كاس العالم للانديه على فكره، مش في دوري ابطال افريقيا اللي انا ما شاركتش فيها ونادي بيراميدز اللي شارك فيها. ده انا هقول لك ترتيب الدوري المصري العادي خالص. تعالى لي اولا ترتيب الدوري المصري. نادي بيراميدز لعب 8 مباريات عنده 17 بونت. نادي زد الصاعد حديثا كي جي 1 في الدوري المصري لسه بيقول تاتا خط العتبه تاتا واحده. تعالى لي نادي زد لعب 8 مباريات عنده 16 بونت، يعني اقل من نادي بيراميدز بنقطه. نادي المصري عنده 15 بونت في المركز الثالث. النادي الاهلي في المركز الرابع عنده 14 بونت، ولكن لعب 6 مباريات اقل مني واقل من نادي بيراميدز واقل من نادي زد واقل من النادي المصري بمباراتين. حلو يعني ده في حاله ان النادي الاهلي فاز بالمباراتين ركب الدوري، واحنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيركب ما بينزلش. نادي سيراميكا في المركز الخامس عنده 14 بونت. نادي طلائع الجيش في المركز السادس عنده 14 نقطة. نادي الجونة في المركز السابع عنده 13 نقطة. نادي فيوتشر في المركز الثامن عنده 13 نقطة. واحد يقول لي نادي الزمالك فين؟ تحت، جايلك بيتدافع وطالعين، اصبر بس. نادي فيوتشر في المركز الثامن عنده 13 بونت. نادي امبي في المركز التاسع عنده 13 بونت. نادي سموحة في المركز
العاشر عنده 13 بونت. نيجي للزمالك، لا لسه تحت شويه. نادي الاتحاد في المركز ال11 عنده 12 بونت. نادي الزمالك في المركز الكام بقى دلوقتي؟ في المركز ال12. في المركز الكام؟ ال12. معلش ما سمعتش صح؟ ما سمعتش؟ في المركز ال12. واطلع اقول لك ان انا لو قابلت فريق فلومينينسي البرازيلي هلبها 9. وارجع اقول لك ان انا لو قابلت الاتحاد، مش الاتحاد بتاعنا، لا اتحاد جدة، لو قابلته هكسبه 9 بكريم بنزيما وكورنادو. ها انت متخيل معايا؟ طيب بالراحه وبالعقل. ده انا لسه مغلوب من المصري 1-0. مغلوب من المصري اللي فيه مين؟ ميدو جابر وفي السعداوي وفي الجلاصي اللي انا كنت الماتش اللي فات بفكر اوقف خطورته. اوقف خطورة مين؟ معلش الجلاصي. اوقف خطورة مين؟ ميدو جابر. اوقف خطورة مين؟ اوقف خطورة السعداوي. لك ان تتخيل ان انا خسران من المصري 1-0 وخسران من نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري KG1 خسران منه 2-1. انا بكلمك على ايه؟ على الدوري المصري. انت معايا ولا مش معايا؟ انت نمت ولا ايه؟ اصحى معايا كده. مش بنحفل على الاهلي عشان خسر من فلومينينسي ولسه ناقص له مباراه على الثالث والرابع يبقى نصبر ونمسك العقل. لا ده انا خسران من مين؟ من انبي. من مين؟ من انبي 2-1. ده انا متعادل مع المقاولين صبه وخرسانه متعادل معاها كام؟ 1-1. مع احترامي الكامل للفرق دي، مع احترامي الكامل للاعيبه دي، ولكن نادي الزمالك اللي حضرتك داخل بتحفل عليه كمشجع زملكاوي، بتحفل على النادي الاهلي اللي هو بيلعب كاس العالم للانديه، اللي هو بيقابل لك اتحاد جده اللي فيه كوكبه من ألمع نجوم كره القدم، اللي بيقابل لك فريق فلومينينسي البرازيلي اللي هيلعب لك على ثالث ورابع كاس عالم للانديه، اللي راح لك كاس العالم للانديه 4 مرات على التوالي. كمشجع زملكاوي لما تطلع تتكلم فخلي عندك سنس بس من العقل. امسك العقل. بتحفل على مين؟ معلش بتحفل على فريق اقل ما يقال عنه انه مهكر الكوره المصريه. بتحفل على مين؟ بتحفل على فريق ورجاله ولعيبه بتمثل مصر خارج ارضها وبتلعب بالشكل وبالجمال ده وبالمنظر ده وبتشكل خطوره، ولكن سوء التوفيق كان محاكمها، زائد ان التحكيم كان برضو مع فريق فلومينينسي ظالم النادي الاهلي في ركلتين جزاء، واحده لمحمد عبد المنعم وواحده لكهربا. بتحفل على مين؟ بتحفل على فريق واخد 3 برونزيات كاس عالم للانديه؟ بتحفل على فريق مهكر لك اللعبه؟ بتحفل على فريق ماسك التاريخ مململه، حرفيا مململه، ماسك كاتب التاريخ ربطه كده وماسكه بالاقلام. بتحفل على مين؟ نمسك العقل شويه. ده احنا في المركز ال12. ده انا لسه خسران من المصري، ده انا لسه خسران من الجلاصي والسعودي وميدو جابر. نمسك العقل يا جماعه، نمسك العقل ونهدى شويه بالله عليكم. كل التوفيق للنادي الاهلي في بطوله لا يمثلها بطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي في بطولة كاس العالم للأندية. ورسالة لجماهير النادي الأهلي، اقف ورا فرقتك ودعمها، لأن فرقتك بتكتب التاريخ. ما كسبتش فريق فلومينينسي البرازيلي، ما وصلتش لنهائي كاس العالم للأندية، حلمك اتدمر، ولكن انت عندك حلم للبرونزية. ما تهدمش فريقك وهو بيكتب التاريخ، ما تستقلش بالبرونزية. احنا لو موجودين في كاس العالم لمجرد وجودنا في كاس العالم ولعبنا مباراة واحدة احنا مش هننيمكم الليل، قسما بالله ما هننيمكم الليل، ما بهزرش وما ببالغش، مش هننيمكم لو رحنا كاس العالم للأندية. فافرح لفريقك وافرح بنتائج فريقك ايا كانت في بطولة لا يماثلها بطولة. بقول لك لو احنا بس رحنا كاس العالم للانديه مش هننيم، مش هنقعدكم في بيوتكم، انا هحدفكم بالطوب وانتم ماشيين. بجيبها لك دغري، انا بجيبها لك على بلاطه. فبالتالي افرح بناديك، دعم فرقتك، افرح بفريقك،
خلي عندك فخر لفريقك. فريقك ما بيمثلش النادي الاهلي فقط، فريقك بيمثل الكرة المصرية. ما تهدش المعبد وانت عندك لسه فرصة في برونزية لسه موجودة. فبالتالي ادعم فريقك وامسك العقل يا كاريزما منك ليه. كده نكون وصلنا لنهاية كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان جماهير نادي الزمالك البعض منهم ما تقللش من انجازات الاخرين خاصة النادي الاهلي، وانت عارف ومتأكد لو احنا مكانهم كنا عملنا ايه. السلام عليكم.